السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إحنا عندنا مقولة شهيرة لدكتور هيثم، وهي الأموال أهلا ليست وسهلا. بكثرتها أو قلتها، ولكن بحسن إدارتها. المقولة دي الأشهر على الإطلاق لدكتور هيثم الرومي. لمن لا يعرف دكتور هيثم، دكتور هيثم هو خبير مالي واستشاري وكوتش معتمد، وله الكثير من الاستشارات في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، ويجمع ما بين الخبرة العلمية والعملية في مجال المحاسبة والمالية. دكتور هيثم حصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة، ومن بعدها انضم للسلك الجامعي كمحاضر في جامعة حلوان، وبعدها حصل على ماجستير والدكتوراه في المحاسبة وباحث في الاقتصاد الإسلامي في جامعة الزيتونة في تونس. وحصل على ماجستير إدارة أعمال بجامعة أدنبرا من بريطانيا، وصاحب ومؤلف كتاب الرشد المالي، وشارك في إعداد قوائم مالية لكبرى الشركات والبنوك وإعادة الهيكلة والتصنيفات الضريبية، وقدم العديد من الدورات التدريبية والاستشارات في الدول العربية ودول أجنبية. أهلا وسهلا بك يا دكتور هيثم. أهلا بيك يا كوتش زينب، يا رب تكوني بخير وصحة وسلامة، وسعيد أنا جدا والله إن أنا حاولت معاكي أختصر النهاردة. بالمقدمة قدر الإمكان، يعني لا لا، اختصرت قدر بالعكس يا الإمكان. فندم. تسلم يا رب بالعكس، يا أهلا دكتور هيثم. بيكي وسعيد جدا إن أنا مع حضرتك النهاردة، وأهلا بيكوا جميعا. اهلا بيك يا دكتور. دكتور، الفتره دي احنا تحديات ماليه كبيره جدا، صحيح. كافراد وكعلاقات وكاسر. موضوع ان انا ادير حياتي الماليه اصبح موضوع شائك في وسط التحديات والمغريات الافري صحيح. وير دي. فاحنا حابين، لو انا دلوقتي كشخص او كفرد حابب ان انا اعرف اعمل اداره ماليه لحياتي واساعد غيري واكون كوتش مالي، ازاي ابدا ككوتش مالي؟ طب الأول ماشي يا دكتورة، أهلا وسهلا بيكي. الأول إن إحنا بنتكلم عن إزاي أدير حياتي ماليا ولا إزاي أبقى كوتش مالي؟ الاثنين، ما انا لما اعرف ادير حياتي ماليا الاتنين. هعرف ابقى كوتش مالي. طيب، احنا شويه لينا منهج مختلف شويه في موضوع اداره الاموال. يمكن الناس اللي حضرت معانا قبل كده تعرفوا او سمعت عنه. فكره ان احنا بنبدا باللي معانا الاول، ان احنا ازاي نعرف نمانج اللي معانا، ثم ننتقل ليه ازاي نزوده. ودايما بنبقى واقعيين في التعامل مع الامور الماليه، خاصه ان احنا بنحطها في نصابها. يعني لا فكره اعمل واربح اكتر، ادخل على النت شارك في الفوركس، الحاجات دي بشكل ما او باخر مش ده المطلب، او ده المطلب من المال عندنا بالنسبه لنا. قد ما احنا بنبقى بنتعامل مع المال على انه جزء من اجزاء الحياه، وبالتالي بناء عليه احنا بنحطه في مكانه الصح ونبدا نتعامل معاه. مبدئيا لازم عشان اقدر اتعامل مع المال ابقى عارف انا واقف فين، انا موقفي فين دلوقتي، وبناء عليه بحدد هل انا عليا ديون، عليا التزامات، هل انا موقفي شكله اموري تمام، ثم بعد ذلك انا عاوز اروح فين. يعني دي الفكره. الفكره، طيب انا عاوز اروح فين، محتاج ايه، اكون ثروه، اكون دخل، اكون ادخار، ازود دخل، حسب انا رايح فين. فمبدئيا كده احنا شويه لينا مبدأ مختلف. فكره مش انك تبقى حر قد ما تكون رشيد. يعني كل فكرنا قائم على فكرة، مش مسألة ان انا اكون حر قد ما ان انا اكون رشيد. رشيد يعني ايه؟ ليه ممكن اشتغل اكتر في حين ان انا ممكن ادير اللي موجود عندي اصلا. هي دي النقطة. يعني فكرة ايه، انا في الاخر هي المال مش هو كل جوانب الحياة، في جوانب تانية لازم تتغطى. طب انا لو سخرت كل جوانبي لده، معنى ده ان انا بشكل ما او باخر في مشكلة. طيب ايه الحل دلوقتي؟ الحل ان انا اقدر امانج ده. ازاي النهارده اه. بقى خطوات عمليه كده يا دكتور هيثم؟ مش عايزين بقى، احنا عارفين ان في لغط الفتره دي، الرفاهيه الماليه وقانون جذب تمام. الثروات وازاي تصبح صح. مليونير في 3 ايام والكلام الفاضي ده. احنا عايزين خطوات عمليه النهارده، ازاي انا اقدر اساعد نفسي واساعد العملاء بتوعي، او اساعد الناس من حولي ان هم يغيروا حياتهم. انا اكون كوتش مالي معتمد، اقدر اساعد نفسي واساعد الاخرين انهم يغيروا طيب. حياتهم. طيب بص يا دكتوره، الاول بس قبل ما اساعد غيري، وده اللي بيفرق في الكوتش المالي شويه، ان انت لازم تبقى ساعدت نفسك الاول. لا انصح انك تنقل تجربه انت ما مريتش بيها. يعني نصيحه، فكره ان انا انقل تجربه الناس انا ما مريتش بيها، ده اكبر خطأ ممكن ترتكبه، خاصه ان حضرتك بتكون بتتعامل مع ناس. فبالتالي قبل ما حضرتك تبدأ تطبق ده على الناس، طبقه على نفسك الاول. في رحلة الكوتش المالي معانا احنا بنعدي بمرحلتين، اول شيء ان انت تطبق ده على نفسك ثم تنقله للآخرين.
في الاخر حضرتك مش بتنقل كلام انت حافظه، انت لازم تنقل تجربه. عشان انا ابقى قدامك ومقتنع باللي انت بتقوله لازم انت تكون مريت بيه. طيب لما انت تمر بيه بيفرق معايا انا ايه؟ انك انت تشعر بكل شعور انا مريت بيه. انت شاعر بكل شيء، انت عديت او نطيت لكل او كل ازمه انت تخطيتها، فانت بالتالي تشعر بيا، انت عايش اللي انا كنت فيه. فنرجع تاني، فكره الكوتش المالي مش ان احنا نساعد الناس بس قد ما احنا نساعد نفسنا الاول. اساعد نفسي الاول. طيب احنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه، احنا لما بنمر في الكوتش المالي او عندنا في الكوتشنج المالي خاصه بنتبع منهج مختلف. منهجنا قائم على ايه؟ انا مش هجري على اللي بعيد، انا هشوف اللي معايا الاول، اديره صح، وبناء عليه اعرف ان انا اجيب غيره. لكن تخيلي حضرتك شايله كيس مخروم، كل شويه انت عماله تجيبي، بس هو الكيس مخروم، فهو عمال ينزل، فانت مش عارفه ايه اللي بيحصل. للأسف معظم المناهج اللي بتتكلم عن المال خاصة بتطارد حلم الثراء بدون ما تبص للي في ايدك. طب احنا بنبدأ منين؟ بنبدأ بخطوات عملية، ايه اللي عندك، ايه اللي معاك، وبناء عليه نبدأ نتكلم. هل انت محتاج انك انت هل انت محتاج انك تدير اللي عندك، ولا هل ده يكفي بشكل ما او باخر انك انت تكون او هل انت محتاج تبقى تزود عنده؟ فلذلك احنا شويه منهجنا شويه مختلف في النقطه دي. هي بس اه فكرة يا فده دكتور إن إحنا بما إن معانا كتير حضور كوتشز، فأنا حابة بس إن حضرتك توضح لنا إزاي أنا بقى هكون أنا كوتش مالي. يعني في حتى باقي تخصصات في كوتشز آخرين في مجالات أخرى، لكن أنا ككوتش مالي إزاي أقدر أكون كوتش مالي وأساعد الآخرين؟ احنا بنمشي معاك البروسيس من بدايتها. فكره انك انت اول حاجه، احنا عندنا كورسين في الكوتشنج، واحد بيكون للافراد، واحد للكوتشز الماليين للشركات. احنا النهارده بنتكلم في كوتشز الماليين للافراد. كون انك انت تكون كوتش مالي للافراد، احنا بنبدا معاك الرحله من اولها، من بدايه الرحله. بدايه الرحله في الاول انك انت تبدا تفهم آه، تفهم يعني ايه ترتيب اولويات، ازاي تقدر تحط اهداف ماليه سواء قصيره او طويله. اتنين، تفهم يعني ايه موقفك المالي. يعني انا دلوقتي الكرنت سيتويشن بتاعي انا فين. ودي نقطة يجهلها ناس كتير جدا، فكرة انا فين، انا واقف فين، ايه اللي انا بعمله، انا واصل فين، ثروتي كام النهاردة. ده سؤال مهم جدا على فكرة، لازم اي حد فينا يكون بيجاوب عليه. انا واقف فين النهاردة، ثروتي موجب ولا سالب. طب ده واحد. اتنين، ننتقل بقى بعده، طب انت ايراداتك ايه، طب مصروفاتك شكلها ايه، طب ادخارك شكله ايه. طب سؤال بقى، سيب كل ده، انت رايح فين. طب انا رايح في المكان الفلاني. طيب اوكي جميل جدا، رايح المكان الفلاني ده، ازاي تعمل بورتفوليو، ازاي تكون البورتفوليو ده، المحفظه بتاعتك. طب كونت البورتفوليو، ازاي ان انا اقسم فيه الاصول، هل انا احط كل فلوسي في عقار، في ذهب. فبالتالي بياخدك بقى، نكمل بقى معاك، انت وصلت كده لمرحله الاستثمار، فاهم احنا بنعمل ايه. يدخل معاك حد يتكلم معاك في الذهب، نفهم الذهب ده ايه، صناعته بتمشي ازاي، فلوسه كام، بتتحسب ازاي، إيه السوق بتاعه بيتحرك ازاي. بعدين يدخل حد في البورصة، دخل حد في البورصة يفهمك الاسهم السندات ازاي بتمشي. بعدين يدخل حد في الفينتك، في فاينانشال تكنولوجي، منصات، ازاي ان انا استثمر في الاسهم، في السندات اللي هي الاونلاين، الذهب الاونلاين. خلصت ده، تنتقل بعده انك تروح للعقار. طب هو سؤال، هي إيه شروط الاستثمار في العقار؟ طب هو العقار الجيد طب بيجيب كام، طب ازاي بيتحسب. خلصت ده كله، تدخل تفهم الستارت ابس، طب انا ازاي انشئ شركه ستارت اب، فلوسها كام، بتتعمل ازاي، بيبيعوها امتى، مين بيبيعها، بيبيعوها فين. خلصت ده كله، جانب بقى نتميز فيه. تعالى بقى نقعد مع بعض، ايه الحلال والحرام في ده اصلا. هو اللي انت خدته ده كله ايه الحلال والحرام فيه، والحلال والحرام والزكاه عليه شكلها ايه. انت مطالب تطلع زكاه، بتحسبها ازاي. طيب خلصت ده كله، تعالى بقى نفهم علاقة ده كله بالمشاعر، وايه هي الامراض المالية اللي ممكن تأثر على الناس، وهل ده ليه علاقة بالايموشنز ولا لا. لذلك انا ازعم يعني، واتمنى ان يعني الحمد لله ان احنا نوفق في مهمتنا. احنا تقريبا اول كورس في الوطن العربي كله يتعرض للفاينانس بالطريقة اللي احنا بنتكلم فيها. الكوتش من عندنا فعلا بيبقى داخل واخد البروسيس من بدايتها لنهايتها، من بدايتها لنهايتها. معلش يا دكتور، هسأل حضرتك برضه سؤال يمكن جه لذهني أنا نفسي قبل ما آخد مع حضرتك البرنامج. هل لازم تكون أنا خلفيتي خلفية محاسبية أو مالية عشان أقدر أدرس برنامج الكوتش المالي؟ بتتكلمي في الكوتش المالي للافراد ولا للشركات؟
للافراد. احنا خلينا في لا الافراد مفيش، دلوقتي. مفيش مشكله. لكن لو في الشركات اه. لكن بالنسبه للافراد لا مفيش مشكله خالص. تمام. ليه؟ لان احنا بنبدا من اساسيات الاساسيات. يعني احنا بنبدا اه، من البيزكس. مرحله ازاي، طبعا بنبدا من اساسيات. لكن في الكوتش جميل. المالي للكوربريت شويه الموضوع مختلف. لا، احنا بنتكلم على مستوى الافراد دلوقتي، بما ان اغلب لا الافراد المعلومات عادي، ما يهمهم فيش الافراد مشكله. جدا. طيب، لا ما الافراد ما فيش زال في مشكله. المساحه ان احنا ندخل في المجال، خاصه احنا بنخاف من المنافسه دايما لما يكون في مجال جديد كده وفي اقبال عليه. هل ما زال في اماكن متاحه ان احنا نجوين في المجال ده؟ اه الكوتش المالي على فكره الفتره دي، انا عاوز اقول لك احنا مم. غالبا دلوقتي احنا شغالين في اول دفعه، يمكن انت شاهده على ده. احنا تقريبا اول 13 كوتش فاينانشال كوتش في الوطن العربي. بدأ يظهر حاجة في الوطن العربي دلوقتي، ان في منصات تمويل جماعي، في منصات للقروض، في منصات للذهب. المنصات دي بتبقى محتاجة حد يتكلم بشكل ان هو، يعني محتاجة حد يكون كوتش بشكل ما، يجايد الناس، يبدأ يتكلم معاهم في سيشنز. فبدأ ينشأ طلب على الكوتش المالي. في بقى مشكلة ان معظم اللي بنشوفهم في الشركات، سواء في البنك، في شركات التأمين، في الذهب، دول مم. مش كوتشز، دول بياعين لابسين لبس استشاري. خلينا نبقى اوكي. صراحة. طيب بيدينا هو الاستشاره لابس المناسبه مع البيعه. وعلى فكرة مندوب العقارات بيتعامل معاك يقول لك انا استشاري عقارات. اه. مندوب الذهب لو شركة بتبيع يقول لك انا بصي حضرتك انا استشاري ذهب اصلا. يعني فعليا انت شوفي السوشيال ميديا دلوقتي، كل واحد أوكي. بيكلمك ان هو استشاري في المجال، هو مش بياع، بس هو في الحقيقة مش بيديك النصيحة الصح صح، وبيدينا النصيحه الموجهه اللي هتفيد التارجت. الموجهه للقطاع اللي هو عاوز يروح ليه. فانت تفاجئ صحيح. تلاقي في الاخر انا عاوزه ايه، انا عاوز اشتري مم. انا عاوز اشتري عقار. هو مش هيقول لك، هو يقول لك بصي احسن عقارات في دبي، فانت انا عندي دلوقتي عميل واتنين، دول ممكن تشتري منهم، ودول احسن ناس تقدري تشتري منهم. فدي نقطه خطر ومهمه جدا. فالفرصه ما زالت متاحه يا دكتوره، الفرصه ما زالت متاحه، بالعكس الموضوع مفتوح يعني. طيب في المايك. سؤال. اوكي. في مم. سؤال كان حد أيوة. بيسأل، هل بنمشي الرحلة افراد وشركات مع بعض، ولا افراد لوحدها وشركات لوحدها؟ لا افراد ده ليفل وشركات ده ليفل تاني. احنا بنبدي، احنا دلوقتي بنتكلم على اه. رحله الافراد، الافراد. ان انت تبقى كوتش اوكي. مالي. بالظبط، تبقى كوتش مالي للافراد. طب ايه اللي بيفرق بقى يا دكتور الكوتش المالي عن باقي التخصصات؟ يعني خاصة بقى لو هم كوتشز، في ناس بيبقوا استشاريين وكوتشز ومدربين والى عدة تخصصات كتير في الكوتشنج. ايه اللي بيفرق الكوتش المالي عن اي كوتش تاني؟ اللي بيفرق الكوتش المالي عن اي كوتش تاني، اول حاجه ان هو بقى عليه طلب. يعني في طلب، الكوتش المالي عليه طلب، ده واحد. اتنين، الكوتش المالي آه ان خلي بالك، وده نقطه، انا مش طول الجلسه لازم ابقى كوتش. يعني انا في احيانا هخلع قبعه الكوتش وهرتدي قبعات تانية. يعني ايه؟ يعني خلونا نبقى يعني صرحاء اكتر. انا في فترات معينه هشارك فيها او ابقى كوتش، لكن في فترات محتاج ابقى اكون فيها كونسلتنت، استشاري، هدي استشاره. وفي احيان هكون فيها منتور، بشوف سلوك العميل شكله ايه، واصل لفين. لذلك على فكره النقطه دي مهمه جدا جدا. فكره ان انا حتى لو احنا بندي كوتش مالي، بس في جزء بيبقى ازاي تمنتور الشخص اللي قدامك او توجهه. وفي جزء كمان بيكونش منتورنج قد ما هو بيكون هاو تو، ايوه، هاو تو انك انت تديله ادفايس او تبقى ادفايزر، ناصح، تديله معلومات عن اللي هو شغال. طيب انا خليني اسال حضرتك بقى، ايه المميز او ايه اللي يختلف الكوتش المالي البرنامج نفسه السي اي اف سي، ايه المختلف فيه؟ ان هو اول برنامج متكامل ومعتمد باللغه العربيه للفاينانشال كوتشنج للافراد في الوطن العربي فعلا. تمام. اوكي. احنا في رشيد كمان مش بنعتمد على ان كوتش واحد يبدا البرنامج ويقفل البرنامج. انا دايما في كل شغلي، يمكن حضرتك عارفه، ما بحبش اكون سولو. يعني ما بحبش اكون انا الوحيد في كل حاجه، بحب الناس تبقى معايا. فلذلك ماشي، انتوا ممكن في الفاينانشال كوتش هتلاقيه معايا كوتش احمد العبري، هتلاقي معايا، هتلاقيني انا، مم. هتلاقي كوتش متخصص في الذهب. انا اعرف اتكلم في الذهب، بس لا انت محتاج حد جميل، ده يكون المهم. متخصص عني. جميل. صح. اه. محتاج حد يكون متخصص في البورصة وفاهم الاسواق، ففي حد يجي في كده.
جميل. محتاج حد يكون متخصص في العقار، في حد جاي للعقار مخصوص، جميل. فلذلك البرنامج متكامل، انت بتتدرب على يد نخبه. مثلا في الستارت ابس واللي هي الستارت ابس وكده، احنا جايبين حد اوريدي هو متخصص في الحته دي، دي بتاعته هو عايش ليها. فاجمل ما في البرنامج ان هو في، لا في نخبه من الناس، هو مش يعني برنامج حكر اللي على داخل شخص. البرنامج هيدرس كل الكلام ده يا دكتور؟ اه كل اه اه الكلام ده؟ فعليا، لا فعليا، يا اخي نعد مع واحنا على بعض، نعد مع بعض عشان اه الكلام ده هيتحاسب عليه. هيتعلم ايه؟ اه طبعا. هو هيتعلم زي ما انا ايه؟ قلت لحضرتك، اول حاجه هيتعلم النموذج الرشد اللي احنا حاطينه، اللي هو تمام. النموذج المختلف. اتنين، يتعلم ازاي يحط الاهداف بتاعته في الحياه، ومنها الاهداف الماليه. ازاي يحدد جميل. الموقف المالي للعميل ولنفسه. ازاي جميل. الايرادات وطريقتها وحسبتها شكلها ايه. بعدين بيدخل في اه. المصروفات، بيدخل في جميل. الادخار، بيدخل جميل. في التايم فاليو اوف ماني، قيمة النقود عبر الزمن، ازاي يحسبها، هل الفلوس هي عبر الزمن. بعدين يدخل في الاستثمار العقاري، استثمار في الذهب، الاستثمار في العملات الإلكترونية، بيدخل في الاستثمار، اللهم يسر لي الامر، بيدخل فيه الاستثمار في عملات الفinTech رقمية. الفاينانشال تكنولوجي، بيدخل فيه الاستثمار في جميل. الستارت ابس، بيدخل في حساب بيدخل في حساب الزكاة وايه الحلال والحرام في المعاملات، بيدخل في الامراض جميل. المالية. وقبل كل ده كوتش سماح بن عون بتدي جزء مهم جدا في الموضوع ده، هو عن آه. فكرة آه، التحليل النقدي. التحليل النقدي. صراحة جزء قوي جدا، انك بتاخد المتدربين يعملوا قراءة ناقدة لكل الكتب المالية اللي موجودة في السوق. يعني انا عاوز اقول رائع. لك المرة الكورس، طبعا، لان في الكتب دي فيها حاجات تتناسب معانا وفي حاجات ما تتناسبش. يعني المرة أكيد. الماضية الكورس اللي فات اللي هو اول كورس، احنا بنتكلم احنا هناخد الأسئلة في الآخر. 15، اي 15، احسن يكون احسن، اوكي. اي احنا 5 معانا 10 دقايق في الآخر هنقول فيها كل الأسئلة ونجاوب عليها، دونت وري. بالظبط 15 تقريبا كتاب خدناهم المره اللي فاتت، بحيث انه ينقح الافكار. يعني في اه. حاجات كتير جدا غير متناسبه معانا ومواقعنا، فبنحاول جميل ننقحها. جدا. اخر حاجه طبعا هو معتمد من الاي سي اف كليفل 2، فبيفرق شويه ان هو اعتماد دولي يعني. جميل جدا يا دكتور. يعني انا لو مش دارسه كوتشنج وده اول دراسه ليا للكوتشنج، اقدر اخد البرنامج ينفع. ده وادخل اه منه على طبعا، البي سي دي على طبعا طول؟ طبعا 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 لا طبعا وضح لنا النقطه دي طبعا. معلش، اتكلم فيها بالتفصيل لان دي مهمه جدا. احنا بنبدأ من اساسيات الموضوع، يعني تقريبا اوكي. في عدد ساعات معين جوه البرنامج هو مخصص لفكرة دراسة اساسيات الكوتشنج. فانت لو ما درستش اوكي. كوتشنج قبل كده، بتاخده من بدايته عادي جدا. تمام. طيب ايه الادوات بقى، التولز بقى، ادينا تسريبه كده يا دكتور عن الادوات اللي حضرتك بتديها للكوتشز او المتدربين في البرنامج، يقدروا يساعدوا بيها العملاء بتوعهم. طيب، هي مش تولز بس، هو قد سؤال بسيط جدا هو قائم عليه. هو يعني انا شايف حد كاتب لحضرتك بيقول لك ايه، الدخل قليل. طيب ماشي، انا معاكم ان الدخل قليل، وعارف ان احنا عايشين في عصر تضخم صامت، احنا بنسميه التضخم اكيد. الصامت. احنا دلوقتي عايشين في عصر التضخم الصامت. يعني ايه تضخم صامت؟ يعني هو فعلا في تضخم، بدليل انت طلبات البيت كنت بتجيبيها باكس، بقيتي تروحي تجيبيها ب 4 اكس، ففي تضخم، خلونا نبقى صراحة ب مع بعض. 400 اكس يا دكتور، طيب ب 400 اكس. ب 400 اوكي. اكس، حاضر، ب 400 اكس. طيب السؤال هنا بقى، الفكرة هنا، أنا قبل ما أبص للتضخم وأبص للعوامل اللي بره، أشوف أنا نفسي الأول، إيه احتياجاتي شكلها إيه؟ إيه الطلب، إيه اللي أنا محتاجه؟ إيه الحد الأدنى اللي بعرف أعيش بيه؟ وبناء عليه أشوف داخلي ده هل بيكفي ده ولا أنا محتاج أزوده؟ طيب أنا محتاج أزوده، طب سؤال، بتزوده ليه؟ إيه الهدف من تزويده؟ وبنبدأ نشتغل على دي. نقطة تاني ودي مهمة جدا، دي مهمة جدا جدا جدا، فكرة ان انت محتاجة اثناء الرحلة تعرفي ايه اللي لازم يتغير. يعني خلي بالك على فكرة، انا دايما اه. معظم البرامج تقول لك ايه، والله غيري تفكيرك، مم. غيري، انت فاهمة الفكرة بقى. هنا احنا بنحط ايدينا على ايه هو اللي فعلا لو اتغير هو بيفرق. صح. وعن تجربة على فكرة، فكرة ممكن يبقى دخلك عالي جدا، لكن لو انت ما مم. عندكيش كاش مانجمنت صح،
مم. انت زيرو. صح. انا فاكره انت حضرتك زيرو. كلمتنا على ازاي اغير السلوك، ازاي اغير الشعور، ازاي اغير صحيح. الافكار، يعني باكج متكامله كده. صحيح. صحيح. تمام. طيب ايه يا دكتور برضو تولز تانية انت بتديها للمتدربين داخل البرنامج؟ يعني انا لما ادخل البرنامج التدريبي بتاع الكوتشنج المالي، ايه التولز اللي حضرتك هتديها لي اقدر اساعد بيها العملاء، غير ان انا اغير افكار، اغير من سلوك، اغير من مشاعر، انك انت افهم. انك انت اه طبعا انك انت تعرف تدير ازاي ايراداتك ومصروفاتك، ازاي تحسب بورتفوليو وتعمل محفظه استثماريه، ازاي المحفظه دي تكون مكونه من ذهب، تكون مكونه من عقار، ازاي ده طبعا ده في حد ذاته انك انت تطلع بمايند سيت مختلف وفكره ان انا بقيت عارف. خلي بالك 60% منا لو سالته دلوقتي تعرف تستثمر مم. في ايه يقول لك ذهب وعقار. طب ما يا جماعه في حاجات تانية، جرب. ليه الحياة مم. تعدي منك من غير ما تكون صح. جربت حاجة تاني؟ طب صحيح. 90% من عدم التجربة ايه؟ الخوف. اه ده عالم، بص انا خايف. طب يا استاذي دي مم. واحدة بالراحة، احنا ممكن نعمل خطة نأمن فيها الأساسيات وبعدين نبدأ نجرب بحاجات صغيرة هنا ونبدأ مم. نشوف يمكن حاجة تيجي. طب على الأقل ما يعديش منك العمر اه. وتقول انا ما جربتش. صحيح. اه يعني انا فكره ايه، لا بص اصلا، بص على فكره، مم. يعني دايما لو من الحكاوي اللي بتتحكي لنا كلنا ايه، يقول لك جدك، يقول لك عارف جدك كان ايام جدك المتر هنا مش عارف بكام. طب هو جدي ده ما مم. اشتراش ليه؟ صح. يعني هو لما جدي كان ساب لي فيه المتر دلوقتي كده اللي انا هنا، فيه. بالظبط. هو انتوا جايين تشتكوا لي انا ليه وانا مالي ومال جدي؟ هو جدي ما اشتراش ليه؟ هي الفكره في اوكي. ايه بقى؟ فكره ان احنا معظمنا بيعرف حاجات معينه في الاستثمار هي دي اللي اروح لها. طب يا استاذي اعرف مم. وحط خطه انك انت تبقى واصل لده ووصل عملائك لده. على صحيح. الاقل على الاقل مش هيعدي بيك العمر وتقول والله اصل انا ما جيتش هنا، مم. اصل انا ما رحتش للنقطه دي، اصل انا ما جيتش مم. ودخلت في النقطه. فده لا يعني، ففكره ان انا جربت دي في حد ذاتها بصراحه بتفرق جدا يعني. في تسريبه انا حابه اقولها يا دكتور، وخايفه اكون هبوظ الدنيا بيها واكون سربت البرنامج وسربت اللي بناخده في البرنامج. لا اقول طبعا ولا طبعا طبعا. اقول ولا لا؟ لا طبعا التولز اللي طبعا. حضرتك بتديها لنا والنماذج اللي حضرتك بتديها لنا في الكورس بتساعد جدا. يمكن انا حتى نفسي كاداره حياه ماليه لنفسي ما كنتش متخيله ان هي بتنظم الدنيا وتحط لي كل شيء وكل بند في حياتي بالارقام قدام عيني، فاقدر صحيح. انا ابقى واعيه باللي بيحصل حواليا. صحيح. انا سربت البرنامج ولا صح. اسكت؟ اسكت لا ولا لا لا اعمل بالعكس، لا بالعكس بالعكس. احنا فعلا خدنا الأداة دي ان احنا نفهم صافي ثروتنا ادوات وشكل مش مالنا قد اداه؟ ايه. اوكي. صحيح. الاداه دي يا دكتور فعلا يعني واحده من ضمن الادوات، ان فكره ان انا كل الارقام تكون قدامي والحاله بتاعتي تكون واضحه قدامي وانا عندي وعي بيها وشايفاها قدام عيني، ده بيفرق جدا ان انا بقى امشي على البروسيس اللي حضرتك بتديها لنا بعد كده. صحيح. صحيح. تمام. يعني كنا عايزه اسال حضرتك بقى على سؤال تاني، هل في فئات معينه هي اللي بتحتاج الكوتش المالي، ولا كلنا في حياتنا محتاجين الكوتش المالي؟ لا هو فعليا احنا في الفترة اللي احنا بنمر فيها دلوقتي دي، لا احنا محتاجين كوتش مالي. مم. وللعلم المشكلة في ايه؟ ان مم. للأسف بقى اللي بتقابلنا مع العملاء، عارفة اه. اللي هو آه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. دي مشكلة كبيرة للاسف جدا. دي كارثه. اه اللي هو فكرة مم. ايه، اي حد يتكلم معاك يقول لك بص هو انت اديني فلوس وانا هعرف اتصرف. لا هي الامور مش كده. هي مش فكرة ان انا اديني فلوس وانا اعرف اتصرف اوكي. طب لا، هي الموضوع ليه طريقة وليه حل وليه اسلوب وليه ترتيب. صحيح. ففكرة ان احيانا العميل نفسه مش عارف ان هو عاوز كوتش امتى بقى يجي لك لما هو يكون صحيح. يعني فعلا يا اما دخل في مرحله الديون يا اما جاله مبلغ وصرفه وجاي بقى يفوق. طب الحقني، طب انا محتاج اعمل حاجه، طب ارجوك، طب انا اتصرف ازاي طيب، وهكذا. او معاه فلوس كتير والموضوع فتح معاه على الاخر، لكن هو مش عارف يدير ده وحاسس ان الموضوع بقى على اكبر فكره، منه. لا فكره صحيح. فعلا، فكره اللي انت قلتيه ده صحيح. احيانا كتير بيجي لنا صحيح. عملاء ومعاك ده، انا عاوز يعني اقول لك على معلومه، في ناس شايله كاش في البيت. يعني اه. يجي لي انا كذا مره يجي حد يقول لي بص على فكره انا ما بعرفش حاجه في الاستثمار، انا بعرف في مجال واحد، انا عندي شركه فلانيه في شركه بتعمل في المجال اه. التالي وعندي فلوس وفي كاش في البيت. فعلا في ده كشف حصل. البيت ده، تقول يعني لنا البيت فين كاش بقى؟ شايل شايل كاش في البيت. طيب حضرتك هتعمل بيه ايه؟ طب انت ناوي على ايه؟ طيب اه. ما فيش، هو ما هو مش عندوش. عارف ايه الخطوه اللي بعد كده. بالظبط كده.
بالظبط لو جه معانا في بالظبط. الكورس هيعرف وهيمشي في الادخار ثم الاستثمار هو وينتقل فعليا معانا في الخطوات. هم مش بيجوا في الكورس قد ما بيجوا في الكوتشنج سيشنز اكتر، لان هو مش بيبقى يعني بيبقى اهتم، انا عاوز ابقى مم. فهمني همشي معاك خطوات ازاي. يعني الجلسات الكوتشنج المالي مش بيجيها مثلا بس البيزنس مان او رائد اعمال او سيدة منزل مثلا ربة منزل او لا حد لا لا موظف لا او لا لا لا، اه ده موضوع لا ده انا عاوز اقول لك الجيل الصغير كمان بيجي دلوقتي ازاي امن دخلي بعد 20 سنة. ازاي ايه؟ أأمن دخلي بعد 20 سنة. انت انا عارفة عايزه اقول معظم لحضرتك الناس دلوقتي دلوقتي شغالين الطلبه، عمل حر. ايوه الطلبه دلوقتي بيدخلوا بالعمله الصعبه، بالظبط يا بيشتغلوا فندم، بالظبط بالدولار وبيجي يسالونا. بالظبط بالظبط، بالظبط. وبيعمل خطة. يعني اللي عنده 20 25 سنة ده بيعمل خطة للي جاي شكله ايه. بس ده الله اكبر عليه، ده عنده وعي مالي يمكن سابق باباه والاجيال اللي قبل كده، الجين زي انا بقى. عاوز اقول لك عاوز اقول لك ان معظم الجيل الجديد اللي هم مم. بيسموه زي جينيريشن معظمه كده. مم. دي حقيقة. يعني أنا ممكن يجي لي الاستشارات أو الجلسات الكوتش المالي دي ممكن يجي لي فيها أفراد عاديين، ممكن يجي لي فيها رائد أعمال صاحب ستارت اب شركة صغيرة، ممكن يجي لي سيدة ربة منزل عادية، فئات كتير صح، كل فئات ممكن تجي لي جلسات كوتش مالي. صح صح. طيب كويس جدا. طيب بالنسبة لو أنا بقى هبدأ كوتش مالي أو هبدأ أنا شغلي ككوتش مالي كفريلانس كده، ازاي انا الاقي بقى مساحه ليا في المجال، وازاي اقدر اشتغل، ازاي انجح. هو انا بس عاوز اقول لك على حاجه يا كوتش زينب، هو المجال فاضي لسه، استيل المجال فاضي. و طمنتني. لا المجال فاضي فاضي، وعاوز اقول لك ان الناس لما بتدور وشوفي على الجروبات يبدا يقول لك طيب بص هو في كوتش بره انت ممكن تشوفه في المكان الفلاني في الدوله الفلانيه. مشكله دول في ايه بقى؟ مم. وانا قعدت مع اكتر من حد قبل ما ابدا حتى ادي جلسات، ان هو ما يعرفش طبيعه اسواقنا شكلها ايه، وما مم. يعرفش طبيعتنا احنا في التعامل مع الفاينانس ولا تعامل مع الثروات شكلها ايه. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ مم. بينتج عنك انك ممكن لو انت خدت نصيحة غلط او قعد معاك كوتشنج مش من البيئة اللي انت فيها، الشخص بيجي له احباط بشكل ما. صحيح. لان هيبقى وده فيه بالظبط في فرق مم. بين الاسواق، مش ده السوق اللي انت جاي تتكلم عنه واللي جاي يديك. اللي والثقافه بيعمل بتاعتنا معاك كمان. السيشن بالظبط كده، اللي بيعمل معاك السيشن ده مش من عندك، ده من مكان تاني. فلا في صحيح. فرق صدقيني في فرق. فطب هل المجال مفتوح؟ بالعكس المجال في الوطن العربي مفتوح جدا جدا جدا. انا اوكي. عاوز اقول لك اول نواه طالعه هو تقريبا ال 14 15 كوتش اللي معانا المره اول راوند ده. يعني ده لو انت تقدري بقى تقولي ناس سيرتيفايد اه. مجمعه كل الاقسام، فاهمه يعني مم. ايه فكره بقى، مش في ايه مش انا بربط مشاعره بس. طب انت بعد ما تربط مشاعره وتفهمها انت محتاج تقول له او تمشي معاه طرق للاستثمار مثلا. طب انت هتبقى عارف ده منين؟ طب لو جه سالك وقال لك يا كوتش بليز، او مش يا كوتش عذرا، بعد الجلسه مثلا خلصنا الجلسه عشان نحافظ على الايثكس بتاعتنا، بعد اوكي. الجلسه وجه قال لك ايه انا عاوز احسب زكاه. طب انت انا محتاج نفسي ابقى عارف ازاي احسب الزكاه على الذهب، ازاي احسب الزكاه على الشركات، ازاي لازم. عارف الجميل ايه يا دكتور؟ الجميل في اه طبعا. الموضوع ان احنا يعني يمكن بدايه شغلنا ككوتشز كنا بنسمع دايما يقول لك دي شغله من شغله له، وناس كتير تقول لك انا كوتش وهي ولا معتمده ولا اي حاجه. انما فكره الكوتش المالي بقى زنقهم في حته يا دكتور، يعني صح صح حصرهم صح. حصر لا صعب. اقول لحضرتك على حاجه وانت تعرفي ده من زمان، انا دايما ضد فكره ان انا اه اكتب كوتش واسكت. صحيح. التخصص. اه يعني لا طبعا ما يجيش واحد يديني يقعد معايا كوتش على اساس انه كوتش علاقات وهو ما يفهمش حاجه في العلاقات عذرا. امال هو انت اصلا قوه علاقته السؤال بالبنك. بتيجي منين؟ بالظبط. انت قوه اه. العلاقات قوه السؤال بتيجي منين؟ قوه السؤال بتيجي من خبرتك المهنيه. انت دلوقتي اوكي. مش خبير في الحاجه، لذلك انت دايما احنا لو تلاحظي معانا في المحاضرات احنا دايما بننصح الكوتشز نقول لهم ايه يا كوتش بليز قبل ما تجرب على الناس جرب على نفسك. اه. قبل ما وده تجرب على الناس وتبدا تاخد بالظبط طبعا. طب ازاي اجرب على نفسي؟ اقعد حضرتك مع نفسك بالورقه والقلم كده وامسك البوينتس اللي موجوده دي وطبقها، وتعالى السيشن اللي بعده قول ده نفع ما نفعش ايه اللي حصل. وده بيحصل. جميل جدا. يعني هي الفكره مش بس ان انا كجنرال كوتش كده
من غير اي تخصص، ان انا فكره ان انا ممكن اتكلم مع العميل، ممكن اتكلم عن المعتقدات واتكلم مع القيم اللي بتربطه بالمال لكن هاجي في منطقه هبقى واقفه انا نفسي طبعا. مش عارفه، يعني انا كاني بقرا مش اللغه عارفه اوديه الصينيه فين. وانا مش عارفه اقرا الصيني. لكن لما ابقى انا صح. عندي المهاره نفسها وانا اوريدي مطبقاها على صح. نفسي ومطبقاها على اكتر من عميل ومعايا نماذج بشتغل من خلالها وتولز بشتغل من خلالها، ببقى على ارض صلبه وابقى سيرتيفايد فعلا من مكان معتمد. ده اكيد بيفرق، صح. ما حدش بقى يقدر يجي يقول لك انا كوتش مالي من مكان ما وهو مش معتمد. لا انا عاوز اقول لك احنا كمان البرنامج بيمشي معانا 7 شهور. سبع كوتش اللي شهور هو طب اه قول لنا والله بقى 7 شهور. قول لنا بقى الخطه ماشيه ازاي في الكورس. هي الخطه نفس البرامج اللي احنا كنا اتكلمنا فيها، لكن ايه الفكره ان احنا بنقسم ده على 7 شهور. كل يوم في الاسبوع مره 4 ساعات، يعني تقريبا 4 ساعات، وبنبدا 7 شهور جميل فعليا جدا. انت. اه بس انت كل بقى مره بياخدك حد في رحله جديده، انت كل مره بياخدك حد في رحله جديده، فشويه المفهوم والكونسبت بيفرق معاك. جميل جدا يا كوتش. طيب لو انا بقى دلوقتي اشتغلت خلاص كفريلانس واشتغلت ككوتش مالي ودرست برنامج الكوتشنج المالي واتخرجت، او انا ما زلت في الكورس، ازاي الاقي مكان ليا، وخاصه لو انا ما عنديش بيرسونال براندنج ولا عندي تسويق شخصي ولا براند شخصي ولا انا اصلا معروفه 4 يعرفوني حتى. ازاي بقى انا الاقي نفسي مجال واوجد عملاء لنفسي في المجال ده عشان ابدا اشتغل بقى، ابدا اطبق اللي انا باخده. طيب، هو اول حاجه انا عاوز اقول لك احنا في رشيد بنتعامل مع فئتين. بنتعامل مع مم. الكوتشز ومع الكوتشي العملاء. احنا كميه الطلبات اللي بتجيلنا فعليا احنا مش قادرين، فعلا حجم السوق اللي بيجي من الجلسات بيجي لنا جلسات. لكن للاسف اه. الفكره في ايه؟ ان مفيش كوتشز كتير نقدر نعتمد عليهم في فكره ان احنا نخليهم يقدموا الجلسات دي. وبالفعل في شركات، انت عارفه، طب انا اقول لك على حاجه، معظم البرنامج اللي معانا، معظم الناس اللي موجوده جايه منين؟ جايه من شركات فينتك فاينانشال تكنولوجي، اصلا جاي عشان يبقى كوتش. صحيح. فالفكره دلوقتي حتى الشركات نفسها بدات تبقى فاهمه فكره ان انا محتاج كوتش مالي. جميل فلا والله. بالعكس، عميلك موجود. اه. وابشرك ان في ندره في الموضوع. ده اوكي. حقيقي في ندره في الموضوع. ندره للي فاهم، لان للاسف مم. الناس لما بتروح لكوتش وخاصه في الفاينانس مش ببقى محتاج انك تمسك لي المشاعر وتحط لي الخطه وتسكت. انا محتاج صحيح. تفهمني انا اروح فين. فانت نفسك لازم تبقى فاهم ومجرب. صحيح. وفكره الثقه برضه بس. يا دكتور، يعني فكره ان انا لما يجي لي عميل لجلسه كوتشنج مالي، هو واثق ان انا هقدم له المعلومه البيور اللي لو ما فيش وراها اي اهداف، وانا مصلحتي ان بالظبط. هو يطلع لقدام. بالظبط. بالظبط ان انا مش فالفكره جاي دي هاخد منه اه مصلحه بشكل ما. ايوه. بالعكس، انا مصلحتي ان هو يتقدم ومصلحتي ان هو لو ما بيعملش سيفنج يبدا بقى يعمل سيفنج ويبدا يستثمر ويبدا يفهم في الموضوع اكتر، لان هي صحيح. دي نجاح او مقياس النجاح لجلساتي معاه. صح. طيب سؤال بقى كمان، احنا هنستغلك اسوأ استغلال النهارده يا دكتور. لا معلش، ولا يهمك، خدي راحتك. اوكي. لو انا خلاص جالي اول 3 عملاء وعايزه اتحول من فكره ان انا بدي جلسه فرديه مع عميل، عايزه اعمل برنامج متكامل بقى او باكج جلسات معينه بدل ما اشتغل جلسه فرديه كده مع كل عميل والتاني، ازاي اقدر اعمل ده؟ بصي، هو في الغالب انت العميل عندنا في الفاينانس ما بياخدش سيشن مم. واحده. العميل مم. عندنا في الفاينانس حتى لو خد سيشن واحده مش هيكفيه. فاحنا في الغالب مم. بنتعامل بباكج، وهي جيرني، رحله. يعني على ايوه. الاقل على الاقل بتكون 4 جلسات. جلسه الاولى بتحدد فيها موقفه المالي وايراداته ومصروفاته والنت وورث، صافي ثروته شكلها ايه. جميل جلسه جدا. يحط فيها اهدافه. جلسه بتبنوا فيها البورتفوليو. جلسه بعد كده بتعمل له منتورنج وتشوفه هو ماشي على الخطه ولا لا. ففي الغالب بنبدا ب4 جلسات. ده وعلى اوكي. فكره لو هو حتى خد جلسه واحده هيحس ان هو ما شبعش، مش كافي، انا عاوز ازود. صحيح. ده هو عايز جلسه على اول ما يقول جلسه لي بقى، مثلا. بالظبط اول جلسه بقى ممكن تقابلك مشكله اكبر، وهي ايه؟ ان مم. تحسي ان في بقى حاجه خلف مم. الايرادات، خلف المصروفات، بتسبب مشكله بشكل ما، فتبداي بقى يفتح كلام في نقطه تاني، فتفاجئي تلاقي ان انت مم. رايحه لنقطه تاني، وهكذا وهكذا. بس على اه. الاقل 4 جلسات بتديهم للعميل. بس هي جزئيه المعنى دي يا دكتور، ده جزئيه المعنى دي عايزين فيها 4 سيشن مثلا ولا صحيح. حاجه. صحيح صحيح. محاضرة المعنى دي فعلا. لأن في اه. الغالب الكل جاي إن هو جاي حاطط انا ليه باله عايز في الموضوع ده؟ فكرة.
ايه. مم. انا ليه عايز الهدف ده؟ انا ليه عايز اوصل للمبلغ ده؟ بالظبط بالظبط بالظبط، مم. انا ايه سبب الهدف اصلا؟ ده اللي بيخليه اوكي. يصبر ويبدا يحوش ويبدا يعمل سيفنج، لكن من غيره فعليا الموضوع مم. بيبقى صعب. جميل جدا. طب نشوف الاسئله، لان هم انا شايفه الشات هينفجر واحنا سايبينهم طيب. للاخر كده. بس سؤالي الاخير يا دكتور قبل ما نبدا ناخد الاسئله، لو انا حاضره الويبينار النهارده وعايزه منك كده اول خطوه اخدها تجاه نفسي في الويبينار، بعد الويبينار ايه اللي ممكن اعمله؟ اول خطوه، انا نصيحه مني قبل ما تدخل البرنامج، انا عارف انت عاوزه تقولي لي ادخل البرنامج، بس هو قبل ما يدخل البرنامج انا انا الحمد لله نصيحه سامع. مني اقرا. اي لا، اقرا المحاور بعد اذنك واعقلها ودور عليها وشوف المحاور اه. دي تتناسب معاك ولا لا، رجاء يعني. دي نصيحه ليه؟ مم. لان انا في الاخر احنا مش بنبيع قد ما احنا عاوزين ناس تكون محتاجه اللي احنا بنقدمه. انا بالعكس، انا بالنسبه لي انا دايما ببقى عاوز الناس عندها نيدز لده. فرجاء انت اقرا المحاور، انت فعلا محتاج تبقى كوتش مالي، اهلا وسهلا بيك، واكد لك ان مفيش مكان في الوطن العربي في الفتره الحاليه بيقدم اللي احنا بنقدمه، ومش هتلاقي الحاجات دي مجتمعه. لانك انت لو حتى حبيت تدرس الذهب هتروح في مكان، حبيت تدرس البورصه هتروح في مكان، احنا بنقدم كل ده في مكان واحد، كورس متكامل من اوله لاخره. بالعكس صحيح. كمان احنا بنربط كل ده بالمشاعر، بس اهم شيء ان حضرتك يبقى عندك قابلية لده. حاجة مم. كمان، مين العميل الايدل للكورس ده؟ شخص بيكون انا شغال مم. بس محتاج ازود عدد عاوز ازود دخلي بشكل ما. اه. طيب ازود دخلي ازاي؟ اكيد مش هسيب شغلي الصبح، انا شغال في مكان ما. مم. طيب انا ممكن اعمل ايه بقى؟ ابدا اعمل انفستمنت صغير بحيث ان انا يجي لي فلوس من من كوتشز، من سيشنز بقدمها. فانا مثلا لو افترضنا ان انا عندي كل اسبوع جلستين ثلاثه، ده اصبح انكم بالاضافه صحيح. للدخل اللي عندي. هي دي الفكره، الموضوع قائم على الاساس ده. بس في نقطه، قبل ما تعمل مم. ده مع العميل انت محتاج تعمله انت مع نفسك في الاول. واحنا لو تلاحظ يا دكتور كمان في جزئيه ان حتى الناس اللي بتدور على الكوتشنج، اللي عايزين ياخدوا جلسات كوتشنج، هم بيدوروا على الكوتشنج بسبب ان عندهم مشكله مرتبطه بالمال. يعني لو في اتنين بالظبط ازواج، هي اصلا المشكله بالظبط قائمه على 100 ريال ولا 100 دولار. اوكي. لو اتنين، لو واحد مثلا حتى كافراد هو بيدور على ان يعمل جلسه عشان يحل مشكله، عشان يحل صح وضعه المادي او يطلع صح درجه اعلى ماديا وماليا ويقدر يواكب الموضوع. فانت هتلاقي اغلب الجلسات في الاخر ككوتشنج عموما هي بتصب في مشكله تضرب في الاساس في الجانب المالي. فاحنا يمكن كده وصلنا للعميل صحيح يا او دكتور. قربنا للعميل اكتر حاجه هو محتاجها. صحيح. صح نبدا صح. نشوف الاسئله طيب. اه طبعا، طبعا انا اوكي. معاكي. في حد بيقول دكتور في واقعنا اليوم اغلب الناس يشتكون ان رواتبهم تذوب قبل نصف الشهر، يعني بتخلص على طول. المشكله الحقيقيه في قله الدخل ولا في سلوكيات وعادات الانفاق؟ وكيف الكوتش المالي يقدر يساعد الفرد يغير هذه السلوكيات علميا وليس نظريا؟ كان حضرتك ذكرتها دي، حابب تقولها اه تاني؟ هو هنا برضو في مشكلتين، في مشكله داخليه ومشكله خارجيه. اوكي. الداخلي ازاي تقدر تمانج حياتك ماليا، خارجي التضخم، مم. الانفليشن. الانفليشن مم. الانفليشن ولازم تعرف ازاي تدير التضخم. يعني انت لازم تبقى عارف ازاي تدير التضخم. طب معلش، اواكب ازاي ادير العصر التضخم؟ ده، كل المشاكل. يعني هو في تضخم مش هنعيش، احنا لازم هنعيش. هنعيش، اه ما هنعيش بقى، بس خلي بالك انت كل فتره بتحاول مم. تقلل من الرفاهيات وانت مش واخد بالك. صحيح. يعني خلي بالك على فكره انت اللي بيحصل. الستاندرز بتاعتك السوبر بتقل. بالظبط، والسوبر اه. ماركتس الحاجات اللي كنت بتجيبها، كنت بجيب مم. 4 ايتمز، واحد اتنين تلاته اربعه، 4 انواع جبن هجيب اتنين، بس انت مش واخد مم. بالك، لكن هو ده بيحصل. وللعلم واحنا دي يعني خديها للسنه الجايه كمان، الانفليشن اوكي. بدايه من 26 هيوصل لمراحل غير مسبوقه في العالم كله. وده معناه ان انا لازم ابقى محتاط من دلوقتي. يعني لو بتساليني كهيثم انا لازم ابقى محتاط. ليه محتاط؟ مم. لان اللي جاي كانفليشن هيبقى صعب لازم قوي على اكون ناس جاهز كتير ليه. تستحمله. انا لازم اكون جاهز ليه، مش عايزين نظره تكون لا واقعيه بحته كده، لا لان انا بشوف في الواقع ده لا والله. لا، انا مش عاوز دخلي يزيد. اوكي، على الاقل اعرف ادير الموجود. صحيح. لا ده اللي حضرتك لا، انا تقصده. مش عاوز دخل، ايوه هدير الموجود ليه؟ امم. ليه يا دكتور؟ عشان احنا حاليا بنعيش في عصر في فرق مم. بين قيمة الفلوس وكميتها. صحيح.
اتفق معاك. في فرق بين قيمة الفلوس وكميتها. أنا عاوز قيمة اللي عندي تزيد. نركز في النقطة دي، مهمة جدا. تاني، اوكي. إحنا بنعيش في عصر قيمة الفلوس غير كميتها. طب أنا أعمل إيه؟ محتاج أزود القيمة بحيث إنها تسبق الكمية. دي نقطة مهمة جدا الناس بتغفلها. آه. يعني هي ناس على يعني مستوى الناس مش تفهمها. يعني اديكي مثال. ما هي الفكره في ايه؟ انا مثلا دلوقتي بسطها. معايا 1000 دولار. ال 1000 ايوه دولار دي مش هي ال 1000 دولار من 10 سنين. صحيح. هو نفس الرقم يعني بس مش نفس القيمه، مش نفس التاثير. بالظبط. هي الفكره بقى في ايه؟ ان قيمه الفلوس مش كميتها. طب انا محتاج اعمل ايه؟ انا عشان احافظ على ثروتي وازودها، مش محتاج ازود كميتها قد ما محتاج ازود قيمتها. دي نقطه هامه جدا. اوكي. قيمتها ازاي بتزيد؟ عن طريق ان انا اعمل بورتفوليو صح، محفظة صح، يبقى فيها تنوع في الاستثمارات، وابقى حاطط بعد القيمة ده في عقلي. لان لو مش حاطط قيمة، ايه يعني؟ مع احترامي الشديد جدا، انا دلوقتي معايا 1000 دولار شايلهم بقالي 10 سنين، ايوه عملوا ايه؟ مش هيجيبوا نفس الحاجات. فدي نقطة هامة جدا يعني. اوكي. طيب في سؤال تاني بيسأله عماد، بيقول دكتور لو جينا للواقع، هل فعلا مشكلة الناس مالية ولا نفسية؟ يعني هل الكوتش المالي يشتغل أكتر على الأرقام والميزانيات ولا عقلية الشخص وطريقة تفكيره بالفلوس؟ بيشتغل على الاثنين يا دكتور. اشتغل على الثلاثة، قول له مش على بس اه كده. وأكتر بيشتغل من على كده. العقلية صح، بيشتغل صح. اوكي. بيشتغل. في حد كاتب أول شغلة أحدد أولوياتي بشكل عام، ثم ما هو موقع ثروتي وإيراداتي ومصروفاتي مين نتوجهها، بس هو هنا مفيش سؤال. طيب. اوكي. بالنسبة للكوتش الأفراد مو شرط أكون متخصصة. لا تخصص لا. مش شرط. امم اه للكوتشز الافراد التخصص مش شرط. اوكي. بيقول في حد بيقول هيتعلم ايش نموذج رشد خاص. كيف يحدد موقعه المالي؟ هو تقريبا بيكتب ورانا يا دكتور، شايف الناس ما شاء الله الموجودين أمم. معانا مركزين ما شاء الله وبيكتبوا كمان بياخدوا شيء نوتس. يسعدنا. ازاي يحدد موقفه المالي، ايرادات ومصروفات، الاستثمار في الشركات، الاستثمار في العقارات والذهب، الزكاة والشرع، وتكوين الثروات، والاستثمار في الستارت اب. اوكي. ما هي الادوات المقدمة لمساعدة العملاء، نماذج مساعدة منظمة؟ يمكن ده بياخدوا يقصد اكسل بيه. شيتس. اكسل شيتس اه. وتولز بتساعدهم في حساب مم. كل حاجه. اوكي. وفي نماذج مش هينفع نسربها يعني، اكيد جوه الكورس ان شاء الله اكيد. في صحيح. سؤال تاني بتسأله أسماء، ماذا عن المخاوف والمعطلات القانونية لكل دولة؟ هل في شيء يساعد في البرنامج؟ اه مثلا للكل دلوقتي علمي. احنا بنتكلم في السوق، بناخد معظم اهم الاسواق، بناخد السوق الاماراتي، السعودي، المصري، بنتكلم فيهم بالتفصيل. مثلا في الذهب بنتكلم فيه بشكل عالمي. يمكن الوحيد اللي هيبقى محتاج انك انت تبقى فاهمه، آه الوحيد اللي تحتاج قوانين البلد في التأمينات الاجتماعية والتقاعد. لأن بيجي لك أحيانا عملاء تبقى عاوزة تعمل حسبة للتقاعد، فده شوية بيبقى محتاج شغل شوية. اوكي. طيب في سؤال بيقول البرنامج يؤهل لاختبار الاي سي اف وممكن بعدها اكون طبعا ملزما، ولا طبعا احتاج على فكرة. جلسات، لا الحته دي مهمه، ولا احتاج جلسات عمليه مع العملاء قبل الاعتماد؟ يقصدوا ال 100 ساعه. هو هو كده كده لازم ال 100 ساعة تعملهم، وانت عارفة دي اه متطلبات الاي سي بالظبط. اف. لكن هو كده مم. كده في جميع الأحوال بيكون في كوتش مم. معين بيراجع اه. معاك الكومبتنسز وبيأهلك للامتحان. هو بيبدا معاه اصلا من يعني ايه كوتشنج اصلا. معلش عشان صحيح. انا طالبه بقى في صحيح. البرنامج فانا دارسه البرنامج لا لا كويس. اوكي. لا. في حد بيقول كم قيمه الاستثمار اذا تكرمت ومده البرنامج؟ ممكن حد من الفريق يجاوب عن السؤال ده بعد ما نخلص ان شاء الله. ايه هم رايك يا دكتور؟ مشاورين اهو. لا طبعا اهو، طبعا ممكن تاخد صورة من دي. هم في حاطين حد في حد التفصيلات دي. مشير. ايوه. ايوه. في حد طيب. بيسال سؤال، ايوب بيقول يا دكتور لو شخص عمل الصح، اي صح بقى في النص، يعني احنا عارفين اسمه ايه في الفيلم كان بيقولوا اعمل الصح، واتقن اداره الاموال، ولكن الدخل على قد الخارج، فما الحل؟ يبقى محتاج ازود مهاراتي عشان ازود شغلانه اطلع منها عائد. العائد ده محتاج يبدا استشاره ماليه يعيد دايما. معايا حساب. لا ما ده هو انا محتاج بحكي له استشاره اللي ماليه. حصل، لان خلي بالك في نقطه، كلنا في مرحله ما الداخل على قد الخارج، ده شيء طبيعي اه. لازم نمشي بيه. طيب الداخل على خارج، آه
الداخل على قد الخارج، يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى بكل بساطه جدا مم. احاول اتعلم مهاره جديده تجيب دخل، بس الدخل ده اوجهه للاستثمار. دي نقطه مهمه جدا لازم تبقى حاططها في مم. بالك يعني. لكن هي الفكره في ايه؟ هل انا الداخل على قد الخارج وافضل قاعد جنبه؟ دي مشكله في حد ذاتها. مم. طب يا دكتور، في ملاحظه كمان، يعني يمكن دي من خلال دراستنا البرنامج قدرت استشفها مع حضرتك كده. فكره ان الشخص نفسه مش عارف شخصيته الماليه ايه، ده اه بيخليه تايه، بيخليه في متاهه. انا ممكن اكون مدخره وبعرف احوش وشاطره جدا وبحط القرش على القرش وعارفه اعمل ادخار كويس، بس انا بفضل في مرحله ما واقفه مش عارفه اعمل حاجه، مش عارفه ايه الخطوه اللي بعد صح. كده. صح ولا لا؟ هي صح، هي المشكله هنا في ان انت احيانا بتشتري او بتصرف بشكل عاطفي ومرضي وانت مش حاسس بده. مم. صحيح. وللاسف بقى في حاجه كمان، القرار المالي عندك نابع منين؟ هل نابع من اهدافك ولا من احتياجات الناس ولا هم بيزقوك عليه؟ معلش انا بقى اه. يعني بحاول ايه، يعني فكره لا ايه، ينفع. ان انا دلوقتي حياتي اهي، حياتي اهي، اه. قرارات الماليه اللي انا باخدها، هل انا باخد القرار المالي نابع من خطه عندي انا فعلا رايح المكان ده، ولا هي الناس بتزقني عليه وهم بيضغطوا عليا وانا مش عارف لازم اصلا ايه يبقى الصح معاك وايه ايفون. الغلط؟ لازم يبقى معاك ايفون عشان تبقى بالظبط تابع لفئه معينه، بالظبط بالظبط انضم للصفقه، بالظبط بالظبط زي اعلانات بالظبط بالظبط العربيات، زي اعلانات الموبايلات، زي اعلانات بالظبط. العقارات. زي حاجات كتير جدا، زي اشخاص على فكره بيلعبوا بالمشاعر والعواطف ويضغطوا عليك بشكل ما انك تشتري منهم، وده بيحصل. صحيح. اه صحيح. يبدا يضغط عليك بمشاعرك بعواطفك، ودايما انت عارفه ادوات المحتال هي الضغط بالعواطف. صحيح. هو دارس نفسية اللي قدامه كويس وعارف يدخل هو له دارس بيستغل نفسي الفرصة. بالظبط، دارس نفسيته وعارف ازاي يدخل له وازاي هيبيع له وازاي يقدر ياخد اللي معاه. جميل جدا. طب يعني انا كمان يمكن هي النقطه دي، ان لو انا قدرت احدد من شخصيتي انا كشخصيه مستهلك، شخص مستهلك، شخص مدخر، شخص كده، اعرف انتقل من خلال الكورس للخطوات اللي بعد كده. بالظبط. لا وكمان بقى بعد ما انا عارف شخصيتي ابقى عارف انا رايح فين، فبالتالي يجي لي صحيح. بقى هيجي لي حاجات كتير جدا. طيب انا جالي حاجه كتير، اه انا ممكن اساعد ممكن ما اقدرش، ده مش امكانياتي، مش هقدر، انا مش اه. هعرف اروح هناك. جميل جدا. طيب في حد تاني بيسأل بيقول هل اقدر بعد البرنامج، الاسئله بتجري ادير مصروفاتي بشكل صحيح وارتبها، اه واستثمر بالبورصه؟ بتقول انا اه فكرت اعطي جلسات، لكن هل اقدر ادير محافظي انا واشتري ذهب واستثمر بالبورصه؟ بتقدر تدير أكيد. فلوسك وبتقدر تدير الحاجات هتفتح، بتاعتك هيبقى وبنبدا عامل زينا، نعلمك. الدوبامين هيبدا يعلى اول ما يبقى اه معاه 2 3 بالظبط. سبيكه 10 جرام، يبدا صحيح الدوبامين يزيد. صحيح اوكي. صحيح صحيح. في حد بيسال سر الانطلاق في الناحيه العمليه وتجميع ساعات الخبره المعتمده في السوق السعودي، تعني على الاستثمار في برنامج مثل برنامجكم؟ والله ما فهمت السؤال، انت فهمت يا دكتور؟ انا ما فهمتوش، لا ما فهمتوش، لا. برضه سر آه. الانطلاق من الناحية العملية وتجميع ساعات خبرة معتمدة في السوق هو السعودي. يعني انا بعيد عن انا ما فهمتش السؤال، يمكن بس انا هقول لك يكون على فكره معظم آه، عملائنا من من السوق السعودي السعودية. حاليا. أصلا أنا كل زمايلي في الكورس سعوديين. صحيح أوكي. صحيح. إذا كان الناس تدفع، الشخص يحفظ من دخله لكن ما يعرف كيف يتصرف بطريقة إلزامية. ما هي دي النقطة بقى، ان انت ازاي، انت مش آه. مشكلة انك اللي تدخر، هو الوعي المشكلة ازاي الجمعي. تدير ده. بالظبط. مم. مم. طيب في حد بيقول ان انا عملت التحليل الشخصيه، واضح ان هو حد من طلابك يا دكتور، عشان بيقول ان هو عمل تحليل الشخصيه الماليه وطلع مدخر. ده نشوف جميل الخطوه اللي جدا. بعديها على طول. ده مدخر ولا هيطلع مدخر مدين؟ بقى محتاج ان هو بقى زي يبدأ يشوف ازاي يدير الادخار ده. ده ايوه هيفضل كايف كده واقف مكانه لحد ما يبدا ياخد الخطوه وينتقل للخطوه اللي بعدها، لان الادخار صحيح بيقوي قلبك، الفلوس تقوي قلبك، ما تبقاش عارف تروح فين صحيح بعد كده، كيف تصرفه. صحيح. صحيح. شكرا جزيلا يا دكتور هيثم، والله حضرتك كفيت ووفيت يعني، وشكرا الله على يخليك يا دكتورة وشكرا. الفرصة لا الجميلة بالعكس دي احنا سعداء والنهارده بيكم يعني. جدا. تسلم لا ليك. بالعكس واحنا سعداء بيك، شكرا. وليلة شكرا. سعيدة للجميع واهلا وسهلا بيكم، شكرا للفريق بتاعنا كله، شكرا للي حضر. شكرا. شكرا فاينانشال فوق جيم، واتمنى ان شاء الله يكونش ده الويبينار الاخير، يكون في ويبينارات اخرى خاصه ببرنامج الرشد المالي، برنامج الفاينانشال كوتش، وبرامج اخرى لحضرتك يا دكتور هيثم ان شاء الله.